ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا بصور وببعت الواتس لاي حد مثلا بعت لي بتقول ان اعمل له طعام او كده، بصور له العدد، بصور له كل حاجه، وبصور له التوزيعات، وببعت على الواتس. لحسن تفتكروا ان انا باخد هكه ولا هكه، لا، عشان تبقوا مطمنين ان فلوسكم كده. فانا بصور. في ناس كمان بتقول لي ما تتعبيش نفسك وما تصوريش، بس برضه بصور يعني على قد ما اقدر، ومش بظهر وش حد عشان حرام. وببعت له على الواتس عشان يبقى مطمن كده فلوسه رايحه فين وجايه منين وكده وكده وكده. تمام. وصلوا على النبي، خلينا كده نستفاد وناخد حسنات انا وانتم. صلى الله عليه وسلم بها اجمعين. وانا الوجبات عندي بتبتدي من 30 35. يعني وجبه النهارده مكرونه وكبده دي ب45، وفي ب50، وفي ب60، وفي ب100 و150. فاللي حابب تمام، واللي عايز واللي بيطلب مني اكل بايتي وساعات بعتذر، ببقى انا جبت حاجه الوجبات ومحدده اللي هو بكره هعمل الوجبات، وما عنديش مكان. انا ما والله ما عندي مكان. حاطه الحاجه في التلاجة، يعني وانا بنضف الخضر وبنضف الفراخ ومش عارفه ايه واتبلها واحطها في التلاجة تاني يوم عشان اسوي على طول، عشان الحقها اعملها واوزع وكده، والحق اجيب عيالي من الحضانه وكده، ما هيقعدوا فين؟ تمام. فانا والله غصب عني، والله العظيم غصب عني، ما عنديش مكان احط الحاجه فيها. لا احط دي واجيب حاجاتكم واعملها وكده، ببقى خلاص. يعني ممكن الاطعمه اجله يوم عادي، اقول للعميل ممكن اخليها بكره عادي، بس انا والله ببقى جبت الحاجه وحرام بقى، ما فيش مكان، مفيش مكان يا صلاح، احنا كويت يا صلاح، ما عنديش مكان والله. فبعتذر لو ما حد بيطلب اكل بيتي، وانا بعتذر له، بيبقى عندي وجبات، بيبقى غصب عني والله. انا ما عنديش مكان. شفتوني انا جد بعد الهزار. وفي رعاية الله، ونصلي على النبي كتير صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير، وشكرا لكل اللي لسه بيدعمني ولسه فاكرني ولسه بيطلب مني اصلا. وانا ام لولي بعمل اكل بيتي وبعمل اطعام. اللي حابب بيكلمني، الرقم موجود في كل حتة.